العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نشرة الأخبار لهذا المساء تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تفوز بجائزة المعرض الدبلوماسي في جنوب أفريقيا. دعوة لتنسيق الشركاء لإنجاح تطعيم سرطان عنق الرحم. حصاد مزارع أسر الشهداء في عدغية. مقتل 6 فلسطينيين في عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. الملك جارلس الثالث يعين ريشي سوناك رئيسا للحكومة البريطانية. الذين يبحثون عن مأوى بعد إعصار خلف 16 قتيلا في بنغلاديش. إلى التفاصيل. حازت إريتريا على جائزة المعرض الدبلوماسي بالمحتوى الذي قدمته عبر السفارة في جمهورية جنوب أفريقيا في 22 من أكتوبر. وتشارك إريتريا للمرة الخامسة في المعرض الدبلوماسي الذي تنظمه وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، وتشارك فيه السفارات والمنظمات الدولية وعدد كبير من مؤسسات جنوب أفريقيا. وتضمن جناح إريتريا في المعرض الثقافة والتراث وتاريخ وجغرافية وموقع إريتريا والموارد السياحية، وكذلك إنجازات إريتريا في المجال الرياضي بتعاون السفارة والمواطنين المقيمين في جنوب أفريقيا. وحازت إريتريا على جائزة أوليفر تامبو العليا لعام 2022 التي تقدمها وزارة خارجية جنوب أفريقيا نتيجة المحتوى العام. وأوضح زوار المعرض معرفتهم المحدودة بإريتريا سابقا، وقد ساعدهم المعرض لتوسيع معرفتهم. عقد اجتماع في مدينة كرن يومي 21 و22 من أكتوبر لبحث الاستعدادات والتنسيق في إقليم عنسبة لإنجاح حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم التي ستنفذ في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر القادم على مستوى البلاد. وأوضح مسؤول الحملة الوطنية للتطعيم السيد تيدروس حدوغو في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المديريات وممثلي وزارتي التعليم والصحة والشركاء الآخرين أن سرطان عنق الرحم الذي يصيب المرأة أحد تحديات الصحة العامة، ويمكن مكافحته بتطعيم المرأة التي تبلغ سن الولادة. وذكر بأن وزارة الصحة بدأت خطة خمسية للسيطرة على المرض بنسبة 10% كل عام، ويوجد برنامج للتطعيم المنتظم مرتين في السنة كل 6 أشهر. ودعا لتقوية مساهمة الجميع للتعرف على الفتيات المتواجدات خارج مائدة التعليم وإيصال التطعيم للجميع، كما قدمت المديريات خططها لتنفيذ الحملة. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاتين جرماي في ختام الاجتماع أن إدارة الإقليم ستعمل بكل مؤسساتها لإنجاح حملة التطعيم. وعلم بأن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم وعلم بأن حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم ستجري من 21 وحتى 25 من نوفمبر للفتيات من عمر 9 وحتى 14 عاما على مستوى البلاد. قام طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في عدقيح يوم 21 من أكتوبر بحصاد مزارع أسر الشهداء والمرابطون للدفاع عن الوطن. وقام 580 من الطلاب بحصاد مزارع 87 أسرة من ضواحي تخندع ومألوية وحينبة وعنبعور ومندفرة. وأوضح مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الكلية السيد رمضان أحمد أن الدعم جزء من قيم الشعب الإريتري. وأشاد مدراء الضواحي بمبادرة طلاب كلية عدغيح. دعا مسؤول الصحة البيئية في مديرية قلوج الممرض ميكائيل جبريهوت لتعزيز دور المجتمع لإنجاح برنامج مكافحة وعلاج الملاريا. ودعا المواطنين لاتباع إرشادات وتوجيهات الكادر الصحي حول أسلوب المصافحة
والقدوم سريعا للمؤسسات الصحية في حال ظهور أعراض الملاريا للدفع بأنشطة المكافحة الجارية. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض جيلاي موسازجي بالرغم من تدني مخاطر الملاريا نتيجة أنشطة السيطرة فإن استئصاله يحتاج لتضافر الجهود المجتمعية وتصحيح إهمال استخدام الناموسيات ودفن برك توالد البعوض. وقال مدير مديرية جولوجا السيد داسيزر ميكائيل أن مهام مكافحة الملاريا ليست مهمة جهة بعينها، ويجب على المجتمع عامة تطبيق إرشادات الكادر الصحي وقيام إدارات الضواحي بأنشطة إصحاح البيئة. أهل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسانية 4 أسر محتاجة بالمواشي والتجارة المسقرة بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة دهب يوسف أن الأسر تم تأهيلها في المجالات التي اختارتها، داعية المجتمع والإدارات للتعاون لتحسين معيشتها. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد إفريم أسفاو أن الهدف من البرنامج موضحا تقديم التدريب والنصح المهني للأسر متلقية الدعم. وأفادت المعلومات الواردة بتقديم الدعم المالي للمصابين بفيروس HIV والمحتاجين. وقالت مدير ضحية مسكرم السيدة لتشيا جوبريهوت أن التعاون من شيوم الشعب الإريتري شاكرة الدعم بالزر الذي يقوم به مزارعو مديرية تسانية في موسم الحصاد. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نواصل. قتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية وفق وزارة الصحة الفلسطينية في عملية عسكرية قال الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت مقرا لمجموعة مسلحة ومشقل أسلحة. وأفادت الوزارة الفلسطينية في أحدث حصيلة عن مقتل شاب متأثرا بإصابته الحرجة في نابلس، ما رفع حصيلة القتلى في المدينة إلى 5 إضافة إلى 20 جريحا. وكانت أعلنت في وقت سابق مقتل مواطن آخر برصاصة في صدره في قرية شمال رام الله. وعقب العملية العسكرية في نابلس جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى بحسب الوزارة. وقال الجيش الإسرائيلي أن الجنود فتحوا النار بعد أن رأوا مشتبها به يطلق عبوة ناسفة في اتجاههم. حذر رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك من قرارات صعبة ستتخذ لإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي. وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 42 عاما في أول تصريح له أمام بوابة داونين ستريت: سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة، وهو ما يعني اتخاذ قرارات صعبة. وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد سوناك كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس. انتخب وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا ليصبح رئيس الوزراء الجديد خلفا لليز تراس بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق. قضى 16 شخصا على الأقل بعدما ضرب إعصار بنغلاديش ما أرقم حوالي 1,000,000 شخص على إخلاء منازلهم حسب ما أفاد مسؤولون. وتشكل الأعاصير تهديدا منتظما، لكن العلماء يقولون أن التغير المناخي قد يجعلها أكثر قوة. ووصل الإعصار ستيرانغ إلى اليابسة في جنوب بنغلاديش في وقت متأخر الاثنين، لكن السلطات تمكنت من نقل حوالي 1,000,000 شخص إلى بر الأمان قبل وصوله. وأشار مسؤولون إلى أن قوات الشرطة اضطرت في بعض الحالات إلى إغناء القرويين الذين ترددوا في ترك منازلهم في هذه الأثناء. واجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، كما قمرت مدنا مثل ذكا وخولنا وباريسال التي شهدت هطول أمطار غزيرة. وفي السنوات الأخيرة أدت التوقعات إلى أفضل الأحوال الجوية والتخطيط إلى أكثر فعالية
للإخلاء إلى خفض عدد القتلى جراء العواصف بشكل كبير. استبقت 10 دول عربية ظاهرة كسوف الشمس بإطلاق تحذيرات صحية وإقرار عطل المدرسية. وفق تقارير فلكية نقلتها وسائل إعلام عربية، سيشاهد كسوف جزئي للشمس في أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، بخلاف رؤيته بنسب مختلفة في معظم البلدان العربية، وذلك لمدة تتجاوز ساعتين حسب التوقيت المحلي لكل دولة. وخلال الظاهرة سيكون جزءا فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءا أزيل منها. وبدأ صور الكسوف في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر المصورون صورا عبر مسار الشمس، على الرغم من أن البعض اضطر إلى التعامل مع السحب التي تحجب الرؤية في أكثر حالاته. لفتا للانتباه، بدأ وكأنه قمر هلال برتقالي ممتلئ. في الختام تذكير بأبرز العناوين. إثيوبيا تفوز بجائزة المعرض الدبلوماسي في جنوب أفريقيا. تجهيزات لحملات التطعيم والانصراف. حصاد مزارع أسر الشهداء في عبد الريح. مقتل 6 فلسطينيين في عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. الملك تشارلز الثالث يعين ريشي سوناك رئيسا للحكومة البريطانية. والملايين يبحثون عن مأوى بعد إصدار خلف 16 قتيلا في بنغلاديش. هكذا وصلنا إلى الختام، في أمان الله.